مولينكس وجدت في هاتف نقال مجموعة من الصور لمؤخرات رجال ذكور. مدام بن شقرون تلقت ما يزيد في ظرف سنة أو سنتين ما يزيد عن 100 حوالة. السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على واحد من أكفس الملفات اللي عرفها القضاء المغربي مؤخرا، قضية الشيخة مولينكس ومدام بن شقرون وولدها آدم. المحامي الصوفي خرج بتصريحات نارية بعد الجلسة وكشف حقائق غادية تصدمكم على الاتجار بالبشر وشنو لقى القاضي في تليفون مولينكس. بقاو معنا حتى لآخر الفيديو حيث كاين مفاجآت بخصوص محمد تحفة والعنوان ديالو بسلا. المحامي الصوفي أكد أن هاد الناس ماشي غير كيديروا التفاهة وصافي، بل التهم وصلت للاتجار بالبشر. والصدمة الكبيرة هي فاش واجه قاضي التحقيق مولينكس بصور وفيديوهات شاذة وفاضحة لرجال لقوها في الهاتف ديالو، وبكل جرأة جاوب مولينكس وقال هذه ميولاتي الجنسية، يعني السيد اعترف ومنكر الشذوذ ديالو قدام القضاء. موضوع آخر اللي كشف عليه المحامي الصوفي هو لغز الحوالات المالية اللي كيجيو لآدم بن شقرون ومو من الخليج، وهذا كان سؤال محير بزاف ديال الناس، منين كيجيبوا هاد الفلوس؟ المحامي كشف أن مدام بن شقرون تلقات في ظرف عام أو عامين أكثر من 100 حوالة بنكية من أشخاص في دول الخليج، وحتى ولدها آدم فاش ولا رشيد استقبل حوالي 17 حوالة في ظرف شهرين فقط. هاد المبالغ وهاد الحوالات كيطرحوا علامات استفهام كبيرة على طبيعة الخدمات اللي كيقدموها هاد الناس. المحامي الصوفي موقفش هنا، بل وجه مدفعية ثقيلة لمحمد تحفة، طالب رسميا باستدعاء تحفة كشاهد. علاش؟ حيت تحفة كان أول واحد فضح مولينكس وقال بلي كيبيع فيديوهات ديال آدم 3000 درهم للفيديو. المحامي كيتهم تحفة بالتناقض، حيت دابا ولا كيطالب بالبراءة ديال مولينكس وكيسميه بطل. سمعتوها؟ نعم. مولينكس كان كيبيع فيديوهات ديال آدم بن شقرون 3000 درهم. وكشف الصوفي أنه حصل على عنوان ديال تحفة في مدينة سلا وغادي يتم الاستدعاء ديالو قانونيا. أما بخصوص الأم ديال آدم ففي هذه الجلسة المحامي وصف حركات ديال مدام بن شقرون بالبهلوانية، فاش بدات كتبكي وكتعيط لبناتها الصغار باش تأثر على المحكمة. رد عليها الصوفي بقوة وقال لها كان عليك تحمي ولادك فاش كان شذوذ كيتمارس عندك في الدار واللايفات خدامة والدراري ناعسين حداك. المحامي اعتبرها أن هذه المحاكمة هي حرب على التفاهة ودفاع على سمعة المرأة والرجل المغربي الأحرار. الخلاصة وهو أن هذا الملف غادي وكيكبر، والمحامي الصوفي أكد أن البندير غادي تتقب وكل واحد خرج على السطر غادي يتحاسب. نتوما اشنو الرأي ديالكم في هذه الاعترافات ديال مولينكس؟ واش كتشوفوا أن استدعاء تحفة غادي يقلب الموازين؟ خليو لي آراءكم في التعليقات وما تنسوش ديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو باش توصل الحقيقة للجميع، وشكرا لكم على المتابعة.